ومرحبا بكم في قناتي. كما شفتوا اليوم راح نشارك معاكم معجون البرتقال براج على الطريقة الجزائرية التقليدية تاع زمان. بلا ما نطول عليكم هيا نروح نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. ولهذه الوصفة نحتاج كيلو تشينا أو برتقال، لازم تكون القشرة تاعها خشينة، نكون غسلتها من قبل وخليتها تنشف. والآن راح نسكرفجها من قاع الجهات، من الجهة الرقيقة تاع السكرفاج كما شفتوا، حتى نحي كامل اللون اللي يجي الفوق هذاك البرتقالي، بصح ما نقيسش لداخل، لازم غير من الفوق. كي تشوفوها بياضت وخدات لون واحد اخر بدلوا جهه، ولازم تحافظوا على اللب لانه هو صح في الوصفه. وهذه هي النتيجه ديالها. وبعد ما كملت سكرفشتها راح نحطها في الماء ونكمل باقي الحبات بنفس الطريقه. كي نحطها في الماء شوفوا كيفاش تعمل فقاعات وراح يتغير اللون تاع الماء ديالها. هنا راني كملت سكرفشتهم كامل، راح نحطهم كامل في هذا الليان، لازم يتغطاو كامل بالماء. بهذه الطريقه نسي ندخلهم كامل في الماء ونخليها تبات 24 ساعه. اما قشور البرتقال ما نرميهمش، راح نحطهم في هذه العلبه، انا درت بهم معجون. وكاين بزاف طرق باش تحتفظي به، تقدري ديريه في المجمد تجبديه كي ديري موسكوتشو ولا كاش حلوه، وتقدري ديريه في سنيوه ينشف وترحيه، وكذلك تستعمليه في الحلويات. راح نحطه في جهه ونخليه التينه تبات 24 ساعه. غدوه من داك بعد ما جازت 24 ساعه راح نحكم حبات تاع البرتقال ونديرهم في الطنجره، وخليت التشينه تبات لانه عندها واحد المروريه لازم تروح مع الماء. راح نبدلها ماء جديد، لازم نغرق كامل الحبات في الماء باش يطيبوا على مستوى واحد، ونديرها في النار تغلي كيما راكو تشوفوا، ما ندير لها حتى حاجه. بعد ما غلاو لمدة 15 دقيقة لازم نخليهم متماسكين وممطون طايبين شوية لأنه راح يكملوا طياب في السيرو. نخليهم يبردوا شوية ونروح نوجد السيرو اللي نسحق فيه 750 غرام من السكر، وتقدري ديري 800 غرام من السكر إذا حبيتي المعجون يجي حلو كتر. وراح نضيف نص لتر ماء، كيما تعرفوا التشينا راح تطلق الماء ديالها لأننا غليناها من قبل. نغطيه ونخليها في الفرن لمدة 10 دقائق حتى تماسك شوية. في هذا الوقت راح نقطع التشينا على 4 كيما راكو تشوفوا، نقطعها على زوج، بعدها نقلبها ونزيد نقطعها على 4. راح نكمل كامل الحبات بنفس الطريقة. هنا الحبات راهم متماسكين شويه، وهذا هو القوام المطلوب اللي راني نحوس عليه، لازم تكون بهذا الشكل. وكما قلنا نذكر نفسي، في كيلو برتقال ديري 750 غرام سكر وديري نص لتر تاع الماء. وراح نكمل نقطعهم كامل بنفس الطريقه على 4 كما راكو تشوفوا، بقات محافظه على القوام ديالها والشكل تاع التشينا. وهذه هي النتيجة اللي رانا نحوس عليها في هذه المرحلة. والآن راح نطلع السيرو ولا الشربات اللي خليته شرب شوية وعقد شوية، راح نحط فيه لي ترونش تاع التشينا. واش نقولكم على الريحة تاع التشينا يا البنات، عبقت كامل الكوزينة، راهي واصلة ل7 جار. راح نكمل نحط كامل لي ترونش ونخليها تغلي لمدة 45 دقيقة في غردها، ومن داك نحي لها الرغوة الصفراء اللي تجي من الفوق، لا خاطرش هي اللي تفسد المعجون. وهذا المعجون يتحط في التباسة ماشي عطاتيني، ويتقسم بالمغرفة ولا فرشيطة، تحضريه بسهولة. شفتوا اللون تاعو لماع وشفاف. انا نعتمد على هاد الوصفة التقليدية، يجي بزاف بنين ويشد لك اكثر من عام في البلاكار. تقدري تجبديه كي يخلص موسم تاع البرتقال وتفرحي به روحك وعائلتك. وبلا ما ننسى اذا جا ضيف تقدميه شان وهمه. وطريقة الاحتفاظ بمعجون البرتقال، في بلارة زجاجية تكون معقمة نحطه وهو سخون ونغلق عليه مليح ونقلبها ونخليها حتى الغدوة، من داك نعاود نقلبها ونقدر نحطها في البلاكار ولا في الثلاجة. شوفوا هنا راني نحط في السيرو لي ما يجي ثقيل وما يجي خفيف، يجي متماسك شوية. راح نقطع معاكم حبة باش تشوفوا كيفاش يجي القوام ديالها.
راح تتقطع معانا بكل سهولة كيما راكم تشوفوا. شوفوا من جهة لابو ديالها من الداخل كيفاش جات، والآن راح نقلبها من الجهة الأخرى باش تشوفوا القلب ديالها كيفاش يجي مزجج، يعني يلمع ويجي شفاف كيما راكم تشوفوا ومعسل. وكانت هذه الوصفة ديالي تاع نهار اليوم، معجون البرتقال أو التينا أطراف. إذا كنتوا أول مرة تزوروا القناة ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل جديد. ولهنا ما بقى لي غير نقولكم في أمان الله، وإلى وصفات أخرى إن شاء الله. سلام.